واش كنتي عارف الشعوب كيتحكموا في الأحلام ديالهم؟ واش الحلم مجرد خيال ولا بوابة لعالم آخر؟ كتنعس كتحلم كتفيق وساليتي، ولكن مش عند كل شيء. كاينين شعوب كيتعاملوا مع الحلم بحال شي وسيلة تواصل مع عالم آخر. شي قبيلة كتقرر تمشي للحرب بناء على حلم، والشعب كيعيش الحلم جماعي، وآخرين كيتدربوا باش يتحكموا في الحلم كأنه لعبة في أيديهم. مرحبا بك في حلقة اليوم من عالم غير مرئي، عالم الأحلام ولكن بنظرة شعوب عايشين وسطنا وبعيدين علينا سنين ضوئية في الفكرة. أولا، قبيلة الأشوار الإكوادور. الأشوار قبيلة في غابات الأمازون، كتحترم الأحلام بحال شي نبوءة. منين كيحلم شي فرد من القبيلة بشي حاجة غريبة كتجمع الجماعة في الفجر وكتحاول تفسر الرسالة. الحلم ماشي لعبة، كيتاخدو عليه قرارات بحال الصيد، الزواج، وحتى المواجهة مع قبائل أخرى. عندهم طقس سميتو الوايوسا، فيه كيشربوا نقيع نبات كيعاونهم يتذكروا أحلامهم بدقة. ثانيا، الحالم الواعي. شعب الظن البوذي. الظن البوذيين كيمارسوا الحلم الواعي، وهو أنك تكون واعي في الحلم وكتحكم فيه. تخيل، كيآمنوا أن الحلم فرصة للتدرب على الهدوء، فهم النفس، والتحرر من الخوف. كاين تمارين صارمة ديال التأمل وطقوس قبل النوم كتحضر العقل لرحلة داخلية، بحال كتدخل شي لعبة ديال الواقع البديل ولكن داخل في دماغك. ثالثا، سكان قبيلة سينوي ماليزيا. السينوي قبيلة كتآمن أن الحلم خاصو يتناقش كل صباح. الصغار والكبار كيشاركوا شنو حلموا بيه، وكتكون جلسة بحال مجلس روحاني. إلا حلمتي بشي حاجة مزعجة قبيلة كاملة كتعاونك تفهمها وحتى تقلبها لصالحك. كيآمنوا أن الحلم هو جزء من التربية والتوازن الجماعي. رابعا، النوم في الكهوف. طقوس الرؤيا عند قبائل الهوبي أمريكا. الهوبي شعب من السكان الأصليين في أمريكا، كيعتبروا الكهوف أبواب للعالم الروحي، كيمشيو ينعسوا فيها في صمت تام باش يشوفوا رسائل في الحلم. بعض المحاربين ما كانوش كيشاركوا في قرارات القتال حتى يشوفوا الرؤية ديالهم. الكهف، الظلام، الهدوء، كل شيء كيتحضر باش العقل يخرج من الجسد ويرحل بعيد. خامسا، الرؤى والقرارات الكبرى. شعوب الباكوتا في اليابان. الباكوتا كتآمن أن الحلم هو مصدر القرار الحقيقي. بزاف الزعماء ديالهم كينتظروا علامة في الحلم باش يتاخدوا خطوة مهمة. الزواج، السفر، المصالحة. كيستعملوا نباتات تقليدية في حفل ليلي كيهنئوا فيه الجسد والعقل لاستقبال اللي هي الرؤية. كيهيئوا فيه الجسد والعقل لاستقبال الرؤية. الحلم عندهم ماشي هروب، هو البوصلة. بعض الناس كتحلم وكتنسى، لكن شعوب كتحلم باش تعيش. بالنسبة لهم النوم ماشي راحة، النوم هو البوابة، بوابة القرارات، النبوءات، التواصل مع عالم آخر. السؤال دابا، واش الحلم بالنسبة ليك مجرد خيال، أو لا العالم الحقيقي اللي كتعيشو هو اللي كيخليك تحلم داكشي اللي كتحلم؟ خليك مستعد، لأن القادم أغرب وأجمل إن شاء الله. كان معكم عبد الغفور المساري، دمتم سالمين.